ينتظر النجفيون إكمال المرحلة الثانية من كورنيش الكوفة المتنفس الوحيد لأهالي القضاء. بعد إتمام المرحلة الأولى من الكورنيش المطل على نهر الفرات، شرعت الجهة المنفذة للمرحلة الثانية بأعمالها تحت إشراف بلدية الكوفة، التي أكدت أن هذه المرحلة ستحظى ببعض الفقرات الإضافية المميزة. مشروع الكورنيش المرحلة الثانية تمت المباشرة به قبل 3 أشهر. العمل مستمر وبتيرة متصاعدة. بعض الفقرات راح تكون مختلفة عن الكورنيش، مشروع الكورنيش المرحلة الأولى. تم إضافة أماكن مخصصة للتصوير تصير بحوض النهر بعد أخذ الموافقات الأصولية على الموضوع. كذلك راح تكون نافورات عدد 6 بارتفاع 40 متر. مواطنون أكدوا ضرورة الإسراع بإنجاز العمل وإظهار مدينتهم بحلة جميلة، خصوصا وأن المحافظة تفتقر للمتنفسات التي تكون العوائل النجفية بحاجة إليها. أن يكون هذا المتنفس يضاهي باقي المتنفسات في باقي الدول. اليوم هذا المتنفس الوحيد في المحافظة. نتمنى من الشركة ومن الدوائر ذات العلاقة أن الإسراع في هذا المشروع، ونتمنى من السواح والزائرين أن يحافظوا على هذا الكورنيش. النظافة مهمة، لأن اليوم إيد واحدة ما تصفق، أن يتعاون المواطن ومع الدوائر الخدمية. نتمنى من عندهم أن يخلون ذيك المنطقة مثلا للعوائل، وهاي المنطقة اللي يردون يسووها الثانية للشباب، لأن تدري هاي عوائل ومتنفس لأهل النجف، ومو بس لأهل النجف، لأهل الكوفة كذلك. أتمنى أن يعيدون ذيك التجربة بالمرحلة الأولى، يخلوها بالمرحلة الثانية ويكملون اللي بدوا به. وتسعى الحكومة المحلية في النجف إلى إكمال إنجاز عدد من المشاريع الترفيهية بالمحافظة، ومن أهمها المرحلة الثانية لكورنيش الكوفة وعدد من المتنزهات الكبيرة. من النجف محمد الغالبي، وان نيوز.